السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيد فطر مبارك سعيد. بغيت نشير من واحد الكذبة اللي انتشرت بسرعة كبيرة، وهي مسألة التسوية الجماعية ديال الناس اللي ما عندهمش الأوراق في اسبانيا. غير قولوا لي صحاب هاد الكذبات هادو واش تتحشموا ولا ما تتحشموش؟ وتنقول الإخوة والأخوات ما تبقاوش تنشروا وتساعدوا في النشر ديال هاد التفاهات. ما بغاش تسالي هاد التفاهات. مسألة أخرى، أستغرب لمن يريد أن يركب على ما قمنا به من مجهود السنة الماضية إلى حلول 18 يوليوز و 25 يوليوز 2023 فيما يتعلق بالحملة الشرسة ضد اتفاقية التبادل الإلكتروني للمعلومات المالية والضريبية. فكاين الأرشيف وكاين الشهود. ما كاين علاش مرة أخرى تركبوا على عمل قام به واحد المجموعة ديال مغاربة العالم الأحرار. فلولا هم لكان داك المشروع ديال القانون داز في البرلمان. وأفتخر أننا جمعنا المعارضة والأغلبية على طاولة واحدة، والكل رفض المصادقة على ذلك المشروع القانون، وتمت الإعادة ديالو للحكومة. إذن علاش باغيين تركبوا؟ ما تركبش، مرحبا بك تشتغل، مرحبا بك. ونحن نرحب بأي شخص أراد أن يشتغل من أجل المصلحة العامة. جوج ديال الأمور اللي بغيت نوضع النقاط على الحروف هي أنه ما كاينش شي تسوية جماعية في اسبانيا. ثانيا، ما كاينش شي واحد اللي قام بالمجهود اللي قاموا به مجموعة من المغاربة الأحرار رغم المحاربة ديالهم من أجل أنهم جمدوا داك المعاهدة ديال التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية. فالاتحاد قوة، والقوة بها يمكن أن تحقق واحد المجموعة ديال الأمور. فلهذا نقول لننضم جميعا من أجل المصلحة العامة لمغاربة العالم.